بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ان شاء الله هنبدأ نعرض بعض مشكلات واسئلة العضوات معانا في الجروب اللي على الفيسبوك. والنهاردة اول مشكلة معانا لعضوة سين ميم بتقول: لما اتجوزت جوزي كان مأجر لي شقة مع انه عارف ان انا عندي بيت باسمي ورثته من بابا وما عنديش اخوات، يعني البيت بتاعي. عمره ما جاب سيرة البيت نهائي، ولما خلفنا للأسف أنا مرضعتش طبيعي واضطريت إني أرضع لبن صناعي، والكل طبعا عارف قد إيه اللبن ده بيبقى غالي. قلت له نسيب الإيجار ونروح نسكن في شقة في بيتي اللي أنا ورثته عن والدي، عشان نوفر حوالي 2000 جنيه يساعدونا في مصاريف البيت. في الأول رفض وبعدين وافق. نقلنا في البيت وظبطناه وفرشناه كويس واستقرينا وكانت الدنيا ماشية تمام تمام. البيت واسع ومحدش معانا يضايقنا، وفرق كبير جدا بين شقة تمليك وشقة إيجار، وكل حاجة تمام لحد ما رمضان ده جه علينا. أهله بقوا مش طايقين البلد اللي هما فيها، وأخته الصغيرة عايزة تنقل وتكمل تعليمها في القاهرة. بقوا يزنوا عليه بالكلام ويبعتوله رسائل كتير انهم عايزين يسكنوا معانا، وفضلوا يكرروا الكلام ده طول الوقت لحد ما جالي امبارح وفتحني في الموضوع وقال لي: فكري، مع انه عارف اني بحب الهدوء وبحب اعيش براحتي واقوم وانام وقت ما احب واطبخ اللي انا عايزاه، والبيت يبقى ساكت ومريح. وهما ما شاء الله اجتماعيين قوي وبيجيلهم ضيوف كتير، وانا مش بعرف اعيش كده خالص، ومحرجة اقوله بصراحة اني مش موافقة ومش عايزاهم يعيشوا معانا، لانهم ناس محترمين وبحبهم. يعني العيب فيا مش فيهم، بس بحب اعيش لوحدي. وعندي دور فوق فاضي كنت عايزة اجره علشان الايجار في المنطقة عندي عالي، تقريبا بيوصل ل3000 جنيه، وانا ما عنديش دخل، فكنت عايزة استفاد بيه في مصاريفي، لاني ساعات ببقى محتاجة حاجات ومش بحب اطلب من جوزي عشان مش عايزة اكلفه. دلوقتي بيقولي نديهم الدور الفوقاني ده يفرشوه ويسكنوا فيه، بس انا مش مرتاحة للفكرة لانهم ناويين يستقروا ومش جايين فترة وبس، وخايفة اقول لهم لا يزعلوا ويفكروا اني مش عايزاهم، مع اني مش قصدي كده خالص. ايه رأيكم؟ ولو كنتوا مكاني كنتوا هتعملوا ايه؟ الحمد لله ان يعني التفاعلات كانت على الجروب كانت كويسة جدا، واغلب الناس ردوا عليها والستات تفاعلوا معاها، واللي كان بيقول لها اوعي تعملي كده، لا بلاش، ده جوزك ده داخل مش عارف من الاول طمعان والكلام ده كله. رأيي انا هقوله لك دلوقتي. بصي، خلي بالك، يعني من البداية كده خالص احنا هنحرص ولا نخون. بمعنى، انتي قلتي في البداية خالص ان هو يعني عارف من البداية ان انتي عندك بيت، وبرغم من كده هو ما جابلكيش سيرته وراح اجر شقة بره وتعامل معاكي زي اي راجل بيبقى داخل يتجوز واحدة. إيه، انتي مثلا بتشيلي حاجات من الجهاز وهو بيشيل حاجات من الجهاز وبتتجوزوا، تمام؟ واتجوزتوا. جيتي بعد كده انتي لما الدنيا يعني الظروف مش قد كده و... وانتي قررتي او انتي طلبتي منه انه تنقلي في بيتك عشان توفري عشان خاطر مصاريف ابنك، معنى كده ان هو اصلا يعني ظروفه مش قد كده، ظروفه برضو يعني واقعة شوية، تمام؟ نقلتي وبقيتي بتوفري له حق الايجار الشقة اللي كان مأجره. طب احنا بقى يعني المفروض هو يقول ايه؟ لا كده تمام، انا ما ينفعش ان انا اتقل عليها اكتر من كده، هي عملت معايا بصراحة وقفة يعني جدعة جدا، وفرت عليا، مع ان كان يعني كان ممكن جدا من الاول خالص يبقى واضح معاكي وصريح وطبعا انتوا كان في فترة خطوبة فعرفتي ظروفه، ان انتوا كنتوا من الاول سكنتي في بيتك من الاول، وكان هو شال جزء من الجهاز اللي انت كنت المفروض هتشيليه، او حتى كان شاله خالص لان انت اوريدي انت اللي جايبه الشقه، ولكن هو اتعامل معاكي يعني ميري زي ما بيقولوا. فخلاص بقى هو هنا لا، يعني هنقول ان هو لازم يتعامل معاكي باصله الطيب زي ما انت ما بتتكلمي، ولكن لا هو برضو ايه، معرفش يعني هو جاله منين قلب ان هو يطلب منك انه لا الدور اللي فوق اهله يجوا يسكنوا فيه، بناء على ايه؟
يعني بناء على ايه؟ كمان انت قلتي نقطة مهمة جدا، ان انت عايزة اصلا تأجري الدور ده علشان انت ليكي متطلبات. ده اكيد كل واحدة فينا، كل بني ادم، إن كان راجل او ست طفل او شاب، هو أو بنت، محتاجين متطلبات شخصية. معلش يعني هو فين متطلباتك دي عليه؟ القوامة فين؟ لا انت كمان عايزة تأجري الدور ده علشان خاطر انت اللي تشيلي مصاريفك، واكيد هتشيلي برضو جزء من مصاريف البيت. يبقى ايه هنا الوضع عامل ازاي؟ تمام. لا احنا هنقول حل حلو جدا. هو انت وفرتي له حق الشقة اللي كنتوا ساكنين فيها، تمام. الايجار اللي انت هتأجريه للدور اللي فوق ده هو ملهوش دعوة بيه، وتحطي النقط على الحروف كده من الاول ان هو ملهوش دعوة بيه. ومصاريفك وحاجتك الشخصية تحاولي على قد ما تقدري ان انت تلزميه بيها، ما تبقيش شايلة من عليه كل حاجة ومسهله له الدنيا خالص. اوعي تعملي كده. لا، الزميه بمصاريفك. والله انت شايفة ان هو فعلا عامل اللي عليه، ولكن ظروفه اللي انت متأكدة منها هي كده وبس، لا ساعتها انت ممكن تجيبي لنفسك من فلوسك بقى اللي ناقصك. بالنسبة لأهله، لا يعني انت ممكن جدا، دي ناس جاية على فكرة انها تستقر زي ما انت ما بتقولي. ففعلا هو مش شهر ولا 2 ولا حتى سنة، لا ما ينفعش ان هم يبقوا جايين عاملين حسابهم وان هم هيعيشوا عندكم. مفيش حاجة اسمها كده. لو هقول يعني لو كان من الاول ان البيت ده بيت ابنهم هو اللي عامله، هنقول ماشي، مع ان ده برضو كان هيبقى لازم ياخد رأيك فيه وموافقتك، لان هم هيبقوا جيرانك. لازم يشوفك انت هتبقي مرتاحة ولا لأ، حتى لو كانوا ناس طيبين جدا، ولكن لازم يشوف انت الاول هتكوني موافقة ومرتاحة الوضع زي ده ولا لأ. لكن هنا البيت بيتك انت، فما ينفعش يا جماعة، هنا في حاجة غلط. هنا ما تقوليليش في حسن نية، وهنا هو مش قاصد كل اللي بيحصل، او حتى على الاقل مش متفق مع اهله على اللي بيحصل ده. في حاجة غلط، فانت لازم تبقي واخدة بالك. وبلاش الطيبة الزيادة. انا مش بحرضك لا على اهلك ولا على اهله، لان اللي هقولهولك ده اللي جاي ده برضو يخص اهلك. انت الورق اللي معاكي اللي يخص امتلاكك للبيت، بصراحة كنت هقولك شيليه مع خالك او عمك، بنت خالك، بنت عمك، او حتى صديقة قريبة ليكي. بس انت واضح ان انت طيبة زيادة عن اللزوم، فيستحسن انه بلاش. والناس فعلا دلوقتي ما بقتش مضمونة. بصي، في البنوك كلها دلوقتي بتعمل حاجة اسمها ان انت ممكن تأجري خزنة صغيرة جوه البنك. خزنة صغيرة كده ما بتبقاش غالية اوي في الايجار. روحي واسألي، الموضوع ده متاح. خدي لك خزنة صغيرة، شيلي بقى، شيلي فيها ورق امتلاكك للبيت. لو عندك اي حاجة تانية انت بتمتلكيها حطي ورقها جواه. عندك دهب حطي، عندك اي حاجة حطيه. بالنسبة لفلوس الايجار اللي هتطلع لك انت بقى يعني شوفي، لو هي هتصرفيها كلها يبقى خلاص، لو انت بيتبقى منها حاجة يبقى انت بتستسلمي نفسك ان شهر انت بتخليه بتصرفي منه لمدة شهرين، والشهر اللي بعد منه انت بتروحي تحطيه في البنك. ما تعرفيهوش عنك كل حاجة، بالذات في الحاجات المادية دي. وما تعرفيش حد خالص نهائي مهما كان قريب منك ومهما كنتي بتوثقي فيه موضوع الخزنة ده. ومفتاح الخزنة خبيه في سابع أرض. ما تعرفيش حد نهائي موضوع الخزنة. فلوسك انتي، مش فلوسه هو. دي حاجتك انتي بتساعدي، اوريدي انتي ساعدتي. لكن اكتر من كده يبقى لا، كده في علامة استفهام كبيرة وعلامة تعجب من ناحيتك ان انتي مش واخدة بالك. بصراحة مش واخدة بالك دي يعني ما مش انا مش فاهماكي. حرص ولا تخون. خدي بالك، خدي بالك من حاجتك. أكم سمعنا قصص وحكايات مشابهة، وفي الآخر بقت يعني النهايات مش كويسة. والله طلع ان احنا ظالمين الراجل، وان الراجل لأ فعلا هو عنده حسن النية، وان المواضيع دي كلها جاية بالصدفة، والراجل بس ممكن تكون الظروف بتاعت اهله دلوقتي مش قوي علشان خاطر يأجروا بره او انتي برضو ما خسرتيش، انتي كسبتي. بالعكس، انك انتي عرفتي ان انتي ليكي شخصيتك المستقلة اللي تقدري تقولي ايوه او لا.
وتصممي من غير اي صدام، من غير اي عصبية او مشاكل، تصممي انت بقى هنا بقى في موقف زي ده. لو الموضوع يعني كبر او هو فضل مثلا يحنكش ويعمل مشاكل كده، لا انت لازم تدوري لك على خال او عم او حد كده كبير في العيلة اللي هو جه خدك واتجوزك منه، لازم يقف، لازم يبقى متواجد في الموضوع، عشان ما ينفعش تبقي في طولك في موضوع زي ده، ما ينفعش تبقي لوحدك، ما ينفعش. والله طلع ان هو راجل فعلا كان داخل وعارف بموضوع ان انت عندك بيت، وهو داخل طمعان وداخل يرسم، لا يبقى احنا ما خسرناش حاجة برضو، وحاجتنا بعيد عن ايديه، عشان ما يعرفش ان هو ايه، يضغط عليكي وياخد منك الحاجة دي. يعني يا رب يا رب يا رب يخلف ظننا فيه، ويطلع فعلا راجل كويس ان شاء الله، ويبقى كل ده مجرد يعني سوء تفاهم، ضغط مثلا من الظروف المحيطة. ولكن خدي بالك، اتمنى لك يا رب الستر، واتمنى لك ان شاء الله باذن الله ان الموقف ده يعدي على خير. وانتوا كمان يا جماعه لو يا ريت يا ريت يا ريت تقولوا لها على ارائكم في الكومنتات. برضو ممكن تستفيد، اكيد هي هتستفاد بيها يعني. ممكن انا في حاجه غابت عن دماغي، حاجه ما عرفتش ان انا في الفيديو ان انا اقولها عشان وقت الفيديو، قولوها لها انتوا في الكومنتات، وان شاء الله باذن الله العاصفه دي تعدي على خير. السلام عليكم ورحمه الله.